بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رسائل إلى نفسي. في الحلقة اللي فاتت احنا تعرفنا على بعض وعرفنا ايه هي السلسلة دي وايه هو البودكاست ده. فلو حابب تعرف اكتر ممكن تشوف الحلقة اللي فاتت في اي وقت يريحك ويناسبك. وخلينا دلوقتي نتكلم في موضوع هذه الحلقة. موضوعنا يعني انا حاسس الحقيقة ان انا حابب اتكلم عن الثقة بالنفس. والفكرة زي ما قلت لك ان انا بسجل هذه المحادثات بيني وبينكم عشان ارجع اوصلها تاني، عشان ارجع اسمع كده الكلام وافتكر ايه اللي انا قلته، احس بنفسي اكتر. واكيد يعني واتمنى ان انت كمان تستفيد وتستمتع وتلاقي حد يسليك وانت بتعمل اي حاجة في يومك يعني. فمن الحاجات اللي عندي مشكلة فيها مؤخرا هي الثقة بالنفس. قعدت افكر انا ليه ثقتي بنفسي اتهزت، او ايه المشكلة اللي حصلت وصلتني لكده. فلقيت ان من الاسباب اللي بتخلي ثقتي في نفسي تتهز هو ان انا بنسى بسرعة. يعني بجد بنسى بسرعة، بنسى الحاجات اللي انا عملتها، بنسى المجهود اللي انا حطيته. يعني ممكن تلاقيني شهر كامل اندمج في شيء معين وفعلا اتسحل فيه تماما يعني فعلا مديله كل طاقتي. الشهر اللي بعده تلاقيني فاقد الطاقة تماما ومش عارف انا فاقد الطاقة ليه، هو ايه اللي حصل. وانسى ان انا عملت حاجة استنفذت فيها الطاقة دي، يعني ما انسى ان انا عملت حاجة اديتها كل الطاقة اللي كانت عندي. فلما يجي مثلا اسبوع انا ما عملتش فيه حاجات ترضيني، ارجع اوصل نفسي اللي هو انت ما بتعملش حاجة، انت فين الحاجات اللي انت عاوز تعملها؟ مش انت عاوز تعمل وتعمل 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 زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، وفي الاخر الاقي ان انا ما عملتش. فلقيت ان النسيان رقم 1 في هز الثقة بنفسي. رقم 2 تأنيب الضمير، او في مقولة اخرى هي جلد الذات. حاسس ان انا مش الحقيقة يعني مش بعمل دايما النيجاتيف توك، سيلف نيجاتيف توك، مش هو العادة السيئة اللي انا بعملها، ولكن لما ببقى واقع بعمله ساعات. في جوايا جزء اناني كده، في ايجو جوايا كده بيقعد يقول لي ولا انت عملت وعاوز تعمله، عاوز وعندك خطة وعندك. بس يعني ده من الاسباب برضو من هذا الثقة في نفسي. ومن اسباب تانية ان البيئة المحيطة بي. يعني انا لما ببقى محاط بناس انا بحبهم وباصدقائي مثلا وناس بشوفهم هنا وناس بشوفهم هنا وبتعامل وبنزل وبروح وباجي، ده شيء بيديني ثقة في نفسي. بقابل حد في اليوم مثلا انا ما شفتوش من فترة، فالاقيه بيقول لي عاش اللي انت بتعمله، انا بشوف الفيديوز بتاعتك. قابل حد جديد ما اعرفوش ولا ايه عارفني، من حد صاحبنا مثلا الاقيه شاف فيديو ليه قبل كده. الاقي حد مثلا من جيراننا بيقول لي هو انت بتعمل حاجات على التيك توك؟ فكده يعني دايما تيك توك هو اللي بيجي لي بمثال، ما اعرفش ليه، مع ان تيك توك ما بعملش حاجه هناك يعني مخصوص يعني، بس هو اللي بينتشر اكتر ممكن. فبلاقي ده كتير، الاقي حد ما شفتوش من زمان يقول لي انا شفت لك على فكره محتوى. فدي حاجه من الحاجات اللي بتحسسني بثقه في نفسي. طيب الثقه بتتهز زي ما قلنا يعني عشان انا كنت منعزل شويه عن الناس الفتره اللي فاتت. يعني انا مش فاكر اخر مره شفت يعني ليه اصدقاء بجد انا بحبهم جدا جدا، انا ما شفتهمش من زمان يعني انا مبسوط ان في ناس انا بشوفهم وغالبا بشوفهم صدفه، ودي حاجه برضو بتضايقني، بس في ناس انا بشوفهم بحبهم وده مبسوط بيه جدا. بس في ناس بجد انا بحبهم ما بشوفهمش ممكن عدى سنه ما شفتهمش مثلا. فده شيء يضايقني شويه يعني، وبيخليني ابدا بقى اشك. ده برضو من الحاجات اللي بتهز نفسي برضو، اللي هو بتهز ثقتي في نفسي، ان انا ابدا اشك بقى هم الناس دول نسوني، هم الناس دول اعتبروني ايه؟ طيب يعني انا كنت مرحلة فعلا وخلصت. هو انا لما اتخرجت من الكلية خلاص الناس اللي هناك دي ما بقتش حواليا. ويعني ده في الاخر الحقيقة بيطلع مجرد افكار. يعني انا بتمنى يبقى كلهم كده، يعني مجرد افكار وما يكونش حد فعلا كنسلني من حياته.
لحد ما بيحصل موقف يجمعني مع الشخص ده. يعني كان في شخص عزيز جدا على قلبي، انا كنت حسيت ان انا قصرت معاه في موقف معين، وفضلت شايل جوايا وحاسس ان انا فعلا يعني ده من الحاجات اللي كان يعني ده انا بتكلم في الموضوع ده عشان هو ده يعني مربط الثقة بالنفس اصلا. ان انا ثقة نفسي في نفسي اتهزت لدرجة ان انا بدأت اشك في الناس حواليا ان انا ما بقتش مهم ليهم مثلا. فاهم قصدي؟ ف حصل موقف ولقيته جاي يقول لي انا شفت الفيديو بتاعك وشفته كان بودكاست كمان، واللي هو وعجبني وعاش وما اعرفش ايه. فاللي هو انت شفت الفيديو وشفت كله يعني، الفيديو كان مدته ساعة تقريبا. فاللي هو اوكي. فمن الحاجات اللي بتهز الثقة بالنفس هو البيئة المحيطة، واللي بتزود الثقة بالنفس برضه هي البيئة المحيطة. فمحتاجين نحاوط نفسنا بناس بنحبهم اكتر، وبناس بنشوف منهم حاجات جميلة يعني. وبس يعني انا ايه تاني ممكن نتكلم فيه في الحتة دي. انا مش عارف الحقيقة انا اتكلمت بطريقة سلبية ولا بإيجابية، بس يعني انا بتمنى تكون فاهمني ان انا بقول السلبيات عشان تكون هي اللي هنحولها لإيجابيات، وده اللي انا بحاول اعمله حاليا يعني. من الحاجات اللي انا بحاول اعملها عشان تزود ثقتي في نفسي هو البودكاست اللي انت قاعد تسمعه دلوقتي ده، عشان انا كمان اسمعه وابدا اسمع الحاجات دي، فتدخل لا وعي عندي وتخليني بقى ايه، ابقى قادر ادرك بعد كده ان انا تمام. الحاجات اللي انا قلتها دي حتى لو كنت بذكر بس السلبيات، فهو الهدف منها اني لما اسمعها اكون واعي تاني بيها، واحاول بقى اطبقها على اللي جاي في حياتي. دايما الحقيقة لما بذكر السلبيات باخدها في الاتجاه ده، يعني ما بقولش سلبيات الحاجة عشان انا عاوز اتكلم عن السلبيات او عاوز افضفض او كده، لا. دايما بتتقال بمنظور ان اللي جاي بقى خلاص ما يتحطش فيه الكلام ده. فعرفنا ان الحاجات اللي بتقلل الثقة في نفسنا من الحاجات دي البيئة المحيطة اللي من ضمنها الناس اللي حوالينا. فلما نحيط نفسنا بناس كويسين، ناس جميلة بنشوفهم بشكل متكرر، لما نطلع للعالم عموما ما ننعزلش، ده ممكن يحطنا في مكان كويس، يعني يحطنا في مكان كويس مع نفسنا اصلا، مع ان احنا طالعين للعالم بس في الاخر بنرجع اخر اليوم كده مع نفسنا مرتاحين. طبعا لو في حد في حياتك هو اصلا سبب في هز الثقة في نفسك، فده طبعا لازم تتكلم معاه. لو هو شخص يهمك، يعني هو شخص خلاص يعني انت عاوز يبقى في حياتك فعلا، لازم تتكلم معاه تقول له انت عملت كذا كذا كذا، وده حسسني يعني بثقة اقل في نفسي، او هز ثقتي في نفسي، او خلاني احس ان انا ولا حاجة مثلا. ده طبعا لو الشخص يهمك، ووقتها هو ممكن يكون اصلا عمل الحاجة اللي حسستك بكده من غير ما يكون قاصد بيها ده، يعني فاهمني. فلو يهمك لازم تتكلم معاه. لو ما يهمكش بقى طبعا انت عارف هتعمل ايه، كنسل. انا ماشي بنظام الكنسليشن ده في حياتي، يعني قاعد اكنسل حاجات كتير وبس يعني. بس الحقيقه يعني الجزء ده لما كان موجود في حياتي، جزء ان في اشخاص بيقللوا ثقتي في نفسي، انا بتكلم معاهم، بحب اتكلم، اللي هو على فكره انت لما عملت كذا كذا ده حسسني احساس مش كويس. فاشوف بقى من هنا هو قاصد ولا هو مش قاصد، هو اللي قاصد وبيستعبط، ولا هو فعلا مش قاصد خالص وقصده حاجة تانية إيجابية. الكلام عموما بينفعنا، الكلام عموما بيخلينا نبقى أحسن، وده من الحاجات اللي مخلياني أعمل البودكاست ده لو هنسميه كده. يعني أنا بتكلم دلوقتي مثلا أنا سامع نفسي، يعني اللاوعي عندي بياخد الحاجات دي ويخليني اسمعها بشكل يعني ده بيساعدني، يعني ده بيخليني كويس، ده بيخليني مدرك انا بقول ايه وبعمل ايه وبتكلم عن ايه بالظبط. وفي نفس الوقت برضو عشان يبقى متسجله وموجوده هنا على الشانل، اي وقت انا حسيت ان انا ثقتي في نفسي بتتهز اجي هنا على طول اعرف انا كانت بتتهز عشان كذا كذا كذا. بص انت بتعمل ايه وهتلاقي. طيب لو لقيت ان انت ما عملتش حاجه ملموسه، وده بيحصل كتير، بص على شخصيتك اتغيرت قد ايه. ما تبصش على امبارح، يعني ما تقارنش نفسك بامبارح. افرض انت امبارح كنت جامد فشخ، افرض ده،
والنهاردة عادي ان انت تكون طاقتك اقل. بص على مدى بعيد، بص على نفسك من سنين كنت فين وبقيت فين. ده طبعا لو انت بتحاول تبقى كويس وبتحاول اصلا تكسر الحواجز دي. وده لو انت وصلت لهنا في الفيديو اصلا وحابب تعرف اكتر عن الثقة بالنفس من شخص ما عندوش ثقة في نفسه اصلا. يعني انت فاهم الفكرة؟ انت لو بتسمع دلوقتي بص على نفسك فعلا من سنة، شوف كنت فين وبقيت فين. اكيد اتحركت سلمة او سلمتين على الاقل، على الاقل ده لو ما كنتش طلعت ادوار يعني. ف فبس يعني الكلام ده من ضمن الحاجات اللي يعني الكلام من ضمن الحاجات اللي بتفرق في الثقة بالنفس. ايه تاني ممكن يكون بيهز الثقة في النفس او بيزودها؟ انا مش عارف الحقيقة، بس ادركت ان الانعزال مش كويس. انا كنت منعزل كتير الفترة اللي فاتت. انعزالي اوكي فيه ايجابيات كتير، بس في سلبيات. من ضمن السلبيات دي ان انا ما كنتش قادر اتواصل مع الناس. وفي حاجات كتير فاتتني، في فعاليات كتير المفروض كنت عاوز اصلا ان انا اروحها بس ما رحتهاش لاني حبيت العزلة. يعني زي ما استاذ تميم البرغوثي قال قبل كده، فيما معناه يعني انه الاكتئاب بتاعك ده بيحوطك، والعزلة دي بتحوطك بأوهام ان هي الوحيدة اللي عاوزاك. يعني اللي هو الوهم والحزن ده بيحوطك كده ان انت بتاعي انا بس، ما تروحش لحد تاني، ما تقابلش حد. ايه ده؟ في ايفنت انت عاوز تعمله يا عم، انت هتروح ليه اصلا وانت بتعرف تعمل حاجة؟ وانت مين اصلا عشان تيجي تبقى وسط الناس دي؟ فما تسمعش للكلام ده. الكلام ده وهم. الكلام ده يعني من الايجو بتاع الحزن. هو الحزن عنده انانية كده، هو اناني، عاوزك ليه لوحده. فلا يا صاحبي، تعالى وخلينا اشوفك، وخلينا كلنا نشوفك، وخلينا نروح ونيجي ونتبسط ونشتغل ونعمل كل حاجة جميلة مع بعض. انا الحقيقة حاسس بطاقة ايجابية جميلة من مجرد بس ان انا بتكلم دلوقتي قدام الكاميرا. فبتمنى انت كمان تكون حاسس بده. ولو يعني لو حابب ان احنا نبقى مع بعض اكتر في فيديوز زي دي، يا ريت تعرفني في التعليقات. وما تنساش تعمل لايك على الفيديو يا ريت، لان ده فعلا بيساعد جدا. فلو انت مستمتع وبتسمعني مثلا وسايب الموبايل في اي حته وقاعد تطبخ ولا في العربيه ولا بتعمل اي حاجه وبتسمعني، ادخل بس كده اعمل لي لايك وكمل في حياتك. وانا بتمنى لك حياه سعيده جميله هنيه. و انا الحقيقه مش عارف النتائج بتاعت النوعيه دي من الفيديوهات هتديني ثقه في نفسي ولا هتهز ثقتي في نفسي، ولكن هنعرف مع بعض. وفي كل الحالات بإذن الله مش هتهز ثقتي في نفسي، حتى لو كانت نتائج ضعيفة جدا. مش مشكلة، عندنا حاجات تانية نعملها. وبس شكرا ليك لو وصلت لهنا في الفيديو، أو لو وصلت لهنا في البودكاست. لو انت بتسمعني في مكان غير يوتيوب، أنا الحقيقة لسه ما قررتش هنزل الحاجات دي في منصات تانية ولا لأ. بس لو انت دلوقتي موجود على يوتيوب مثلا، ممكن تبص تحت تشوف لو لقيت لينك لسبوتيفاي مثلا، ساوند كلاود، اي حته من الحاجات دي هتلاقيني هناك. لو انا قررت اعمل ده، ولو انا ما قررتش اعمل ده فخلاص يعني. ولو انت بتشجعني على حاجه زي دي عرفني برضو في التعليقات. ولو بقى انت بتسمعني على سبوتيفاي مثلا، فاعرف ان انت خلاص في بيتها يعني. شكرا بجد، يعني شكرا لكل شخص سمعني لحد هنا حتى لو كنت نفسي. شكرا ليك يا عم مؤمن، شكرا ليك يا صديقي المستمع. وأشوفكم أو يعني نتقابل إن شاء الله في حلقة جاية. وعرفوني برضو في التعليقات عاوزين نتكلم عن ايه أكتر. وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحبكم.